السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ده هنستعرض برنامج تيك بايتس تويك، والبرنامج ده احنا اعلنا عليه في القناه من فتره على الكوميونتي بتاعه القناه، واخيرا البرنامج ده خلص اول اصدار منه. تمام، البرنامج ده ببساطه جدا بيعمل كل التعديلات اللي انت تتخيلها في النسخه. من الاخر بيخفف الجهاز وبيديك افضل اداء للجهاز بتاعك في كل حاجه، سواء انت بتستخدم الجهاز استخدام عادي، سواء بتستخدمه جيمنج، سواء بتستخدمه حتى للشغل والريندر وضغط الشغل. بص دايس معاك في كل حاجه، وفي كل التويكس اللي انت تتخيلها، يعني مجمع لك كل التويكس في حته واحده، زائد كمان تويكس مخفيه جوه النسخه ذات نفسها. يعني بص صعب اللي انت تعملها. فبدون كلام كتير خلينا نبدا بعد الانترو ونشوف البرنامج ده ايه وبيتكلم عن ايه وايه الدنيا بتاعت البرنامج ده، وهل فعلا بيفرق ولا لا. فيلا بينا نشوف بعد الانترو. اولا البرنامج معانا اسمه تيك بايتس تويك، وهو بالشكل دوت كده. تمام، فهنفتح البرنامج ببساطه جدا، هنفتح التيك بايتس تويكر. تمام، هيفتح معاك بالشكل دوت كده. تمام، واول ما يفتح معاك بالشكل دوت كده انت المفروض ان انت هتسجل بالايميل بتاعك. وتمام، البرنامج ده هيبقى مدفوع، مش هيبقى برنامج مجاني، ولكن عليه جيف اواي في اخر الفيديو هنشوفها، ولما نجي لها هنقول عليها. تمام، فاخر الفيديو هيبقى فيه جيف اواي للمتابعين بتوعي يعني، فالدنيا هتبقى بيس. فزي ما انت شايف هتكتب اليوزر بتاعك هنا وهتدوس على انتر وهيخش معاك على البرنامج. تمام، فنستنى لحد ما البرنامج يخش، يعني مش هياخد وقت كتير. واول ما يفتح البرنامج بالشكل دوت معاك، قبل ما تعمل اي حاجه في البرنامج عايزك تعمل ريستور بوينت، عشان لو عملت حاجه غلط تقدر ترجع منها وما يبقاش في اي مشاكل تحصل للجهاز بتاعك. تمام، ببساطه جدا هتيجي عند علامه الستارت وتكتب كرييت ريستور بوينت زي ما انت شايف، هتجيلك بالشكل دوت كده وهتفتح معاك بالشكل دوت كده. هتيجي عند السيستم بروتكشن، هتنزل عند السي اللي هو السيستم بتاعك او بارتيشن السيستم، وهتدوس على كرييت وهتسميها اي حاجه. انا هنا هسميها تيك بايتس. تمام، وهدوس كرييت وهتاخد منك بس دقيقتين او اقل من دقيقه، وهتلاقي ان الريستور بوينت اتعملت. ودي في حاله ان حصل مشكله او انت عملت حاجه بالغلط وعايز ترجع منها، ما تعملش اي مشاكل منك وما تقعدش تدور كتير. هتلاقي ان الريستور بوينت دي بتحفظ لك كل التعديلات بتاعت الجهاز الحاليه، عشان لو عملت تعديلات مستقبلا حتى تقدر ترجع منها. تمام، وعشان ترجعها تدوس على سيستم ريستور بوينت وتعمل تشوز ا ديفرنت ريستور بوينت، وهتختار الريستور بوينت اللي انت عملتها. تمام، ببساطه بالشكل ده وكده تدوس نيكست وتعمل ريستور بوينت، هيرجع كل التعديلات اللي عملها. فدي نقطه الامان، يا ريت تعملها يعني ما تعديش الموضوع ده. تمام، لا اعمل ريستور بوينت. تمام، فخلينا بقى نفتح البرنامج بالشكل دوت كده. البرنامج معانا ببساطه جدا فيه تعديلات كتير قوي، زي ما انت شايف في صفحه 2 3، وهينزل مستقبلا في النسخ المستقبليه اكتر واكتر واكتر، ولكن خلينا بس في اللي معانا دلوقتي. تمام، اول حاجه هيفتح معاك في الجنرال دي هي عباره عن التعديلات اللي بتتعمل في النسخه بشكل عام. تمام، يعني بوجه عام كده، زي مثلا السيستم ريسبونسيفنس والماكس باور بتاع اليو اس بي واليو اس بي باور تويك. هتلاقي حاجات كتير وهتلاقي تعديلات كتير. ببساطه جدا هتدوس على التعديل، هتلاقي ان التعديل اتعمل في اقل من ثانيه. تمام، ولو فضلت واقف ثانيه عليه كده هتلاقي ان طلع لك كده بوكس صغير تحت يقول لك ان دوت بيعمل ايه او ده بيحسن ايه بالظبط. زي مثلا الكي بوست هنا، الكي بوست دوت بياكد ان بيخلي الكارت الشاشه بتاعك سواء نيفيديا او اي ام دي بيعمل على تردد ثابت طول وقت اللعب. يعني ايه مثلا؟ يعني انت كارت الشاشه بتاعك ما يقعدش التردد بتاعه يقل ويلعب، اللي هو الهرتز بتاع كارت الشاشه. تمام، فدوت بيحافظ على اداء اللعب مستقر اطول فتره ممكنه. وفي بقى تعديلات كتير زي مثلا الماوس تويك، دي بتخلي الماوس الريسبونسيف بتاعها بيبقى كويس، والديلي بتاع الماوس بيبقى كويس جدا وتحسن الديلي. طبعا انا عايز اقول حاجه، ان كل التويكس دي بتعتمد على امكانيات الجهاز بتاعك، وكل ما امكانيات الجهاز بتاعك كانت اقوى كل ما هيبقى احسن، وهتحس بفرق اكبر واكبر واكبر. مش معنى كده ان الاجهزه مثلا الاي 5 الرابع والاجهزه القديمه مش هتحس بفرق، لا انا عايز اقول لك ان دول اكتر ناس هيحسوا بفرق، وخصوصا المعالجات اللي من فوق الجيل السادس هتحس بفرق رهيب رهيب رهيب. يعني زي ما انت شايف التويكس دي كلها تبدا تعملها ببساطه جدا. في الفيديو ده احنا مش هنشرح كل تويك بتعمل ايه او التويكس اللي انت تعملها. انا عايز اقول لك ان انت لما تستخدم البرنامج مجرد بس عايز اقول لك تمشي التكتيك على كل الحاجات، ولكن في بعض النقط اللي اقول لك عليها زي الميتيجريشنز دي، لو انت هتستخدم الجهاز في اللعب بس استخدمها. تمام، ده اوبشن بيتعمل للجيمنج بس. تمام، فزي ما انت شايف الاوبشن ده بيقلل السكيورتي والامان بتاعه الجهاز مقابل ان يخلي اداء الجهاز اعلى في الجيمنج. ده ببساطه جدا، او انت البايورتي او افضل او انت ما بتستخدمش الجهاز ده الا للجيمنج بس. فزي ما انت شايف الميتيجريشنز دي ما تعملهاش. تمام، دي بس الحاجات اللي ممكن اقول عليها ببساطه جدا. اي حاجه في البرنامج هتلاقي فيها حاجه غريبه او حاجه ادفانسد، هتلاقي ان في رساله طلعت لك هنا يا ريت تقراها. زي ما انت مثلا هنا بيقول لك ان الاوبشن ده هيقلل من الديفايس سكيورتي او الامان بتاع الجهاز بتاعك، ان هو مقابل ان هو يعلي لك الجيمنج اكسبيرينس او الجيمنج عامه. فانا برجح عليك هنا
اللي انت تستخدم الاوبشن دوت لو انت هتستخدم الجهاز ده للجيمنج بس، وده بينطبق على كل حاجه. تمام، البرنامج بيشتغل على ويندوز 10 وويندوز 11 ويشتغل على لابتوب وبي سي وكل حاجه. تمام، فمش هتلاقي فيه اي مشاكل. تمام، ما بيشتغلش على ويندوز 7 بس عشان نبقى قايلين دي. زي ما انت شايف هتلاقي تعديلات كتير، عايز اقول لك يعني ايه يعيش فيها كتير. فخلينا بقى ننتقل الى بنش مارك ونشوف هل قبل وبعد فعلا فرق في البرنامج ده ولا لا. وحابب اقول ان في تويكس اكتر واكتر 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 بمليون مره هتنزل في الفيرجنز المستقبليه، ولكن انا تعبت جدا في برمجه البرنامج دوت، فصراحه قلت ان انا انزله فيرجن اولانيه مش هيبقى اخر حاجه، ده هينزل على طول فيرجنز هتبقى افضل وهيبقى فيها تويكس اكتر وافضل. تمام، فزي ما انت شايف البرنامج معانا بالشكل دوت كده. فخلينا بقى نشوف قبل وبعد، ونسخه متعدله او معمول عليها التويكس بتاعه البرنامج ونسخه مش عليها التويكس بتاعه البرنامج. وقبل ما نبدا البنش مارك في حاجه نسيت اقول لك عليها، هو امكانيات جهازي. ببساطه جدا خلينا نفتح تكست كده ونقول لك على امكانيات جهازي. ببساطه جدا انا عندي امكانيات جهازي زي ما انت شايف اي 3 6100. تمام، عندك اي 3 6100. تمام، وعندك الرامات عندي 16 جيجا 3200 هرتز، وعندك كارت الشاشه اللي عندي هو الجي تي اكس 970. فببساطه جدا نروح على الديفايس مانجر وهروح على الديسبلاي سيتنجز وهتلاقي انفيديا جي تي اكس 970. جي تي اكس 970 دوت 4 جيجا. تمام، الاس اس دي اللي انا مستخدم عليه نسخه مسطب عليه نسخه الكروشال 1 تيرا اللي هو الام دوت 2 الام في مي. تمام، فعندك كروشال. تمام، هو كان اسمه بي 3. تمام، على ما اعتقد 1 تيرا بايت. تمام، اللي هو متهيألي جين 3 مش جين 4. تمام، فدي امكانيات الجهاز بتاعي ببساطه جدا. سواء الامكانيات تعتبر متوسطه جدا، يعتبر اصلا في بوتل نيك ما بين الاي 3 6100 والجي تي اكس 970، والبروسيسور ده اصلا ما ينفعش للجيمنج باي شكل من الاشكال، لاني انا اصلا ما انصحش اللي انت لو هتستخدم الجهاز في الجيمنج او لو تبدا لو في مقدرتك اللي انت دايما تجيب بروسيسور 4 كور هنا 8 ثريد. تمام، لان البروسيسور ده يعتبر سيء جدا في الالعاب 2 كور 4 ثريد، فهيبقى فيه مشاكل. ولكن برضه هوريكم في قبل وبعد البنش مارك، والمشاكل دي معظمها اتحلت عندي انا على الجهاز. وعايز اقول حاجه، انا مش جيمر قوي. تمام، ولكن برضه بلعب احيانا لعب وكده، ولكن الاداء برضه عندي ليس به بأس. انت فاهم الفكره؟ فانا عايز اقول لك اللي انت لو البروسيسور بتاعك مثلا اعلى من 4 كور 8 ثريد هتلاقي فروقات اكبر واكبر واكبر واكبر. وعايز اقول لك عند الناس اللي جربت البرنامج لقيت فروقات رهيبه. مثلا كان في حد عنده اي 7 6700 كي وار اكس 570. عايز اقول لك ان في لعبه كانت نازله جديده اسمها كليستو بروتوكول، كان بيلعب اللعبه دي على هاي وبتقطع عنده. عايز اقول لك بعد ما عمل التعديلات بتاعه البرنامج والتويكس بتاع كارت الشاشه والحاجات دي كلها بيلعب اللعبه على الترا ما بقتش تقطع معاه فرق السماء من الارض. فببساطه جدا ده حبيت اقول لك عليه قبل ما نبدا البنش مارك ويلا بينا. تمام، عشان نسيت اقول على الحته دي. فزي ما انت شايف كده، انت شفت مواصفات الجهاز بتاعي، فيلا بينا نشوف البنش مارك.
ومعانا هنا في لعبه ستار وورز هيبان الفرق الكبير ما بين قبل وبعد تطبيق الاعدادات، وزي ما انت شايف الانبوت لاج او الفريم تايم، زي ما انت شايف الفريمات ما بقتش تلعب كتير. مش هقول لك ان هي ما بتلعبش او ما فيش دروبات في الفريم، لا الدروبات موجوده ولكن قلت بنسبه كبيره جدا. عايز اقول لك ان في حته في اللعبه اصلا اللعبه وقفت، اللعبه حرفيا وقفت لجزء من الثانيه، ولكن في الافتر اللعبه مشيت عادي وبسلاسه وبدون اي مشاكل. فهي دي الفكره، ان الانبوت لاج والتقطيع والشاترنج والحاجات دي كلها اتلغت نهائيا. وعايز اقول لك ان انت لو قللت اعدادات اللعبه عن الالترا وخليتها مثلا هاي او ميديوم، عايز اقول لك ان اللاج هيتمحي نهائيا، مش هتحس اصلا ان اللعبه فيها لاج وهكذا. فانا هنا بلعب على اعلى اعدادات عشان اوريك اصلا الفرق، اوريك الفرق عامل قد ايه. وعايز اقول لك كمان ان في بوتل نيك، وزي ما انا قلت لك في اول الفيديو في بوتل نيك، والبوتل نيك برضه بتعمل لاج في الموضوع. فانت متخيل احنا عالجنا الموضوع قد ايه؟ فتخيل بقى اصلا ما فيش بوتل نيك او امكانيات الجهاز عليها، مش هتحس بحاجه اصلا. Hands up! What the hell? Hey, you okay? Yeah, I'm good. Ladder's out, though. Gonna have to find another way. Yeah, no problem. I'll improvise. Depart this barge immediately. You are not approved trash. Trash? Just not approved trash. Easy there. Just passing through. We're close to finishing ahead of Reckless cow. Good to see you. You too. Get yourself killed. That's the idea. ومعانا هنا في لعبه فالورنت انا عايزك بقى تلاحظ فرق الاف في اس ما بين قبل وبعد، وكمان تلاحظ كده خط الفريم تايم وسلاسه اللعبه. عايزك تلاحظ بس الفروقات دي، عايزك تلاحظ الفريم تايم او الاف في اس عامل ازاي، وانا عمال اعمل اوبشنز كتير، وعمال اعمل سكيلات، وعمال اعمل حاجات كتير عشان بس اوقع الاف في اس. فانت متخيل اصلا ان الاف في اس ما وقعش. وعايز اقول لك ان في الافتر الافريج اف في اس اصلا اعلى من الاف في اس بتاع البيفور. فانت متخيل الموضوع، فمتخيل البوست بتاع الاف في اس، وكمان ما فيش ديلي. فبقول لك هو بيتارجت اللاعب الاونلاين بشكل اكبر. Watch your eyes! Flash! Watch your eyes! Flash! Careful now. 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 Come on, let's go!
معانا هنا اخر حاجه هو برنامج الليتنسي مود. ببساطه جدا ده برنامج بيقيس الليتنسي ما بين كل قطع الهاردوير والنسخه، ويعني بص برنامج جامد، يعني برنامج معقد سنه بس هبقى نعمل له فيديو للمستقبل. ببساطه جدا البرنامج ده بيقيس الليتنسي بتاع الدي بي سي والاي اس ار والانتربت بروسيس. فانت شايف بقى الفرق ما بين الليتنسي بعد والليتنسي قبل، زي ما انت شايف مفيش سبايكات مفيش اي مشاكل. وعايز اقول لك ان حتى لو قعدت تعمل بروسيس وشغل، انا قعدت حوالي يعني سايب الجهاز 6 ساعات استخدام اللي هو العادي بتاع اليوم وسايب البرنامج شغال، اداني نفس النتيجه دي، نفس النتيجه بدون اي مشاكل. الليتنسي ما اتغيرش. فالليتنسي كان حوالي 80، ويعني في المستقبل هنعمل اصلا تعديلات هتقلل الليتنسي دي ل 20 و10 تمام. يعني عايز اقول لك هيبقى قوي جدا. فزي ما انت شايف هنا قبل وبعد فرق رهيب جدا طبعا. وبعد ما شفت البنش مارك كده في كام نقطه عايز اقول لك عليهم. واول نقطه ان النتائج بتختلف من جهاز لجهاز، وكل ما كان جهازك اعلى من الجيل السادس وامكانياتك كويسه كل ما هتلاقي فرق اداء اكبر واكبر واكبر تمام. فانا هنا زي ما انا قلت لك انا الجهاز بتاعي انا مش جيمر قوي، فالاي 3 6100 اصلا في بوتل نيك ما بينه وما بين الجي تي اكس 970. ده غير اصلا ان هو مش معالج للجيمز اصلا، اقل حاجه محتاجها 4 كور 8 ثريد زي ما قلت لك. فالنتائج بتختلف من جهاز لجهاز. وتاني نقطه هي ان البرنامج بيتارجت بنسبه كبيره اللعب الاف في اس او اللعب اللي زي بابجي وفالورنت ومثلا زي اوفر واتش وتايتان فول 2 واللعب اللي هي الاونلاين كلها وايبكس ليجندز نفس الكلام. فعايز اقول لك ان البرنامج بيتارجت اللعب دي بنسبه اكبر. طب ده معناه ان انت مش هتلاقي فرق في اللعب التريبل اي، لا هتلاقي فرق كبير جدا، وهتلاقي استقرار في الاي في اس والتقطيع والحاجات دي كلها. وكمان البوتل نيك هيقللها لك ما بين البروسيسور وكارت الشاشه، هيعمل لك تعديلات كتير قوي وهتحس فعلا بفرق كبير في الاداء. وثالث نقطه حابب اقول لك عليها ان البرنامج دوت لسه في اول اصدار ليه وفيرجن 1، فاكيد ممكن يبقى فيه اخطاء او يعني اكيد يعني مفيش حاجه كامله، الكمال لله وحده. ولكن حابب اقول لك ان كل التويكس اللي انا عايز احطها لسه اصلا ما اتحطتش في البرنامج. عايز اقول لك ده كده يعني 15% من التعديلات اللي انا عايز احطها في البرنامج، والوقت اللي انا محتاجه ان انا احط كل التعديلات اللي انا فعلا ابقى مرضي عنها هتبقى وقت كبير جدا، وممكن البرنامج ده ما بيخلصش. فانا عندي مبدا كده ضن بيتر ذان بيرفكت، فانا بدل ما اخليه بيرفكت واقعد احاسبك فيه عمره ما هينزل. فهو البرنامج ده لسه يعتبر في فيرجن اولانيه ولسه هينزل له فيرجنز مستقبليه يعني تمام. فالبرنامج هيبقى ينزل له فيرجنز كتير وتعديلات اكتر واكتر واكتر. وده ياخدنا للنقطه الرابعه، والنقطه الرابعه انت لو اشتريت البرنامج دوت في فيرجن 1 والاشتراك بتاعه هيبقى ب 50 جنيه، حاجه رمزيه جدا ملهاش ادنى 30 لازمه او ممكن تبقى كبيره عند بعض الناس. ولكن اللي حابب اقول لك ان البرنامج ده بمثابه دعم ليا ليس اقل ولا اكتر. وحابب اقول ان الناس اللي هتشتري البرنامج لو اشتريت البرنامج انت مش محتاج تشتري البرنامج ده نهائي، بمجرد اللي انت تشتريه هيبقى معاك اكونت تقدر تستخدمه طول الحياه، وكل الابديتس والتعديلات اللي هتنزل في البرنامج هتاخدها ببلاش ومش هيبقى فيه اي مشاكل مع البرنامج. فبساطه جدا انت اشتريت البرنامج ده مره واحده يبقى انت اشتريته فوريفر. الميزه للناس اللي هتشتري البرنامج ده في فيرجن 1 تمام او في الاصدار ده، عايز اقول لك ان الناس اللي هتشتريه البرنامج سعره هيغلى مع المستقبل، لان انا بحاول اقدم قيمه مقابل سعر. فانا شايف ان القيمه بتاعته تستاهل السعر ده، ولكن هي تستاهل اكتر صراحه. ولكن انا عايز اجمع ريفيوز عن البرنامج، وده اللي هياخدنا لنقطه كده مستقبلا. ولكن انا عايز اجمع ريفيوز وعايز الناس تجرب البرنامج، فعشان كده سعره يعتبر شيء رمزي جدا تمام. فالناس اللي هتشتري البرنامج في الفيرجن 1 كل التعديلات دي هتبقى ليك ببلاش، لان البرنامج انا اضمن لك مليون في المية ان سعره هيعلى وهيعلى وهيعلى مع كل اصدار، هيبقى ليه سعر مختلف. ولكن الناس اللي اشترت من الاول البرنامج معاك يا باشا وتقدر تتعامل بيه عادي جدا. وده هياخدنا لنقطه كمان ان البرنامج دوت حابب اقول لك ان البرنامج ده بيقدم لك قيمه كبيره جدا جدا تمام. وعايز اقول لك فعليا والله انا ما حاطط يعني حوالي 10% من الحاجات اللي انا عايز احطها. فلو عايز احط الحاجات دي كلها يعني عايز احطها كده في البرنامج ده عمره ما هيخلص. فانا بالنسبه لي ان انا امشي خطوه خطوه افضل بكتير. ونيجي لاخر نقطه، ازاي تنزل البرنامج دوت. ببساطه جدا هسيب لك لينك الديسكورد اللي هيبقى بالشكل دوت كده، هتفتح وهتخش على اللينك في الديسكريبشن او في اول كومنت، هتخش على الديسكورد وهتدوس على تيك بايتس تويك زي ما انت شايف بالشكل دوت كده، هتلاقي كلمه داونلود وهتقدر تنزل البرنامج. وزي ما انت شايف البرنامج ميديا فاير تقدر تنزله عادي، ومساحه البرنامج 14-15 ميجا حاجه زي كده. ونيجي بقى لنقطه الجيف اواي. نقطه الجيف اواي بص يا معلم، اول حاجه في الجيف اواي خطواتها بسيطه جدا. اول حاجه لازم ان انت تبقى مشترك في القناه وتبقى متابع في القناه، يعني ما ينفعش اديك جيف اواي وانت مش متابعني. وفي بعض الاعضاء كده في القناه عندي بيعملوا كومنتات ومتابعين فيديوهاتي، دول ليهم محجوزين، يعني دول ليهم اكونت محجوز، دول بره الجيف اواي، دول لهم التيميت جيف اواي، فدول بعاد عن الموضوع ده. ولكن لو انت لسه جاي على الفيديو ففي جيف اواي على الفيديو دوت ببساطه جدا لازم تكون مشترك في قناه اليوتيوب، ولازم تكون طبعا عضو في سيرفر الديسكورد. يعني
البرنامج اصلا بيزد على الديسكورد، فزي ما انت شايف لازم تبقى عضو في الديسكورد. وببساطه جدا هتفتح الفورم دي وهتملاها. تمام، الفورم هتفتح معاك بالشكل دوت كده. انا غيرت بس البراوزر لان انا البراوزر بتاعي الداتا الثانيه مش متسجله في البراوزر الثاني، ولكن زي ما انت شايف البراوزر دوت هيفتح معاك بالشكل دوت كده. اول حاجه حابب اقول لك ان الجيميل بتاعك اللي هيبقى هنا دوت، زي ما انت شايف الجيميل ده هيبقى مهم جدا لان ده الجيميل اللي انت هتخش بيه على البرنامج. وزي ما انت شايف هتدوس هنا اللي هو اللي انت تقبل اللي هو يعمل ريكورد، عشان ده الجيميل اللي انت هتسجل بيه على البرنامج في اللوجن بتاع البرنامج. وحبه كلام حلو هنا. واخر حاجه هو اليوزر نيم ديسكورد، عشان دوت اللي هدخلك بيه البريميوم، اللي انا اديك عضويه البريميوم في الديسكورد وتبدا تستخدم البرنامج. تمام، فببساطه جدا ازاي تجيب اليوزر نيم بتاع الديسكورد؟ ببساطه جدا خلينا نجيب الديسكورد. كل اللي هتعمله اللي انت هتدوس على الاكونت بتاعك بالشكل دوت كده وهتديني اليوزر نيم دوت. تمام، اللي هو مكتوب عليه الشكل دوت كده. تمام، ببساطه جدا هتاخده كوبي وتحطه عندك على على الفورم ببساطه جدا. تمام، وبعد كده خلاص. واخر حاجه بقى وهي اللي انا عايزك تعمل لي ريفيو عن البرنامج وتقول لي ايه رايك في البرنامج بعد ما جربته، هل فعلا حسيت بفرق ولا لا. وببساطه جدا معاك 3 ايام اللي انت تعمل الريفيو ده. لو بعد كده هقول لك على الريفيو اللي انت تقدر تعمل ريفيو بعد ال3 ايام. لو اسبوع مضطر ان انا للاسف ان انا الغي تفعيل الاكونت، ولكن يعني الريفيو ده هيبقى حاجه بسيطه، فدي طلب مني ليك. انا عارف انا بخنق عليك في الموضوع ده، ولكن انا محتاج الريفيوز بتاعت البرنامج. فببساطه جدا في الريفيو هتدوس على الريفيوز هنا وهتكتب رايك في البرنامج. يعني اكتب اي حاجه، برنامج جامد جدي. تمام، بس ده كل اللي انا عايزك تعمله. تمام، بس بدون اي حاجه. تمام، فخلينا نمسح دي عشان الناس ما تقولش ان احنا بايه بنزيط لنفسنا يعني. فببساطه جدا ده كل اللي انا عايزك تعمله، وتقول لي ايه مثلا الفروقات اللي انت حسيتها. يعني عايزك تدي لي كده ريفيو، لو تعرف تدي ديتيلز في الريفيو يبقى كتر خيرك. فده ببساطه اللي انا عايزك تعمله، ودي تكون مرحله الجيف اواي بتاعتنا. وكده يا باشا اقول لك الف مبروك والف مبروك عليك البرنامج. بس يا معلم، وكده نقول الدنيا بيس البيس. تمام، بيس كيك يعني، ما زودش فيه اسهل من كده. وكده جينا لحد نهايه الفيديو، اخر الفيديو. ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت وسبسكرايب، وتبص على الديسكريبشن هتلاقي في لينك الديسكورد والجيف اواي. ويا ريت تلحق البرنامج ده، صدقني هيفيدك جدا 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 وهيبقى معاك لطول العمر وفوريفر، فبدون اي مشاكل. فما تنساش تلحقه، فرصه مش هتتعوض. وبيس يا معلم وتوكل على الله. فبدون كلام كتير اتمنى ان انت تكون استفدت، ولو استفدت والبرنامج عجبك يا ريت ما تنساش تقول لي في الريفيوز بتاعه البرنامج على الديسكورد وتعمل لنا ريفيو، لان دوت بجد ده هيفرق معاك جدا جدا جدا. واتمنى ان انت تلحق البرنامج. وعايز اقول لك ان اللي هيلحقوا في الاول هم اللي ليهم الاولويه. فورمولا لو قفلت خلاص كده خلاص. تمام، هي معموله بعدد، كل ما بتخش بالاول بتلحق الاكونت، فانت ونصيبك بقى. فمستني ايه؟ خش على طول في الديسكريبشن وخش الديسكورد وخش على الجيف اواي يا معلم وتوكل على الله. واتمنى بجد ان البرنامج بجد بجد هتحس بفرق جامد قوي. وانا عارف ان انا بطبل كتير، بس فعلا برنامج خد مجهود كبير قوي. بقى اكتر من حوالي 4 اشهر شغال عليه او اكتر حاجه زي كده. انا تعبت نفسيا، انا ارهقت نفسيا في البرنامج ده. فقلت لا انا هنزله كده، ومستقبلا هنزل الابديتس دي. وبالمناسبه دي برده كنت تيست فيرجن، الناس تجربها وتقول لي ايه رايها. اتمنى ان البرنامج بجد يديك قيمه كبيره جدا وتحس بفرق. فبدون كلام كتير اشوفك الفيديو الجاي. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وبيس، وتقول لي في الكومنتات جربت البرنامج ولا لا، وعايزنا نعمل ايه في الفيديوهات الجايه. وبص ولع الدنيا في الكومنتات. فيلا بينا. واحد بيرغي كتير قوي، الواحد صوته في البرد عامل زي ما يكون مخنف كده، مش عارف، حاسس ان في حروف ضايعه مني، فاهم؟ ما علينا يعني.